السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض وصفه كرواسون سهله جدا جدا وبسيطه، طريه وهشه جدا جدا، وكمان هنعملها بتوريقه بمنتهى البساطه. طعمه لذيذ جدا يا جماعه وريحته تحفه، اتعمل وخلص في نفس اليوم. متاكده لو جربتوا الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا. معاكم ساره عبد العاطي. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبكم. ندخل على طول على المقادير: 3 كوبايات من الدقيق، وربع كوبايه من اللبن البودر، وربع كوبايه من الزيت، ومعلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره. اول حاجه هعملها هحط المكونات الجافه كلها مع بعض: الدقيق مع معلقه السكر ومعلقه الخميره وربع كوبايه من اللبن البودره. هقلب المكونات الجافه كلها كويس جدا مع بعض، ورشه ملح كمان. هقلب كل المكونات مع بعض، وممكن استبدل 3 معالق من اللبن البودره ب3 معالق من الزبادي. هنزل هنا بالخليط بتاعي في بوله. ممكن استخدم طبعا اعجن بايدي بدل العجان. حطيت كمان ربع كوبايه من الزيت، وحطيت هنا في العجانه كوبايه ونص من الميه لحد ما العجينه بتاعتي لمت، وعجنتها كويس جدا جدا لمده ربع ساعه، وبقت طريه معايا بالمنظر ده ومش بتلزق زي ما احنا شفنا. هحطها في بوله مدهونه زيت واغطيها واسيبها تخمر من تلت ساعه لنص ساعه. هي هتخمر بسرعه جدا لان الجو حر. ممكن كمان يا جماعه استبدل الزيت بزبده، احط معلقتين من الزبده ومعلقه من الزيت، هيفرق معايا في الطعم برضو، بس انا حبيت اخليها اقتصاديه يعني. بعد ما خمرت هنا هبدا ان انا اقسم العجينه بتاعتي على نصين. ممكن اقسمها على 3 لو انا حابه الكرواسون بتاعي يكون اصغر من اللي انا عملته في الفيديو. هسيبها على كورتين زي ما احنا شفنا، واحط كوره واغطيها كويس عشان ما تنشفش. وهبدا ان انا اعمل في النص الاولاني، هفردها على شكل دايره على قد ما اقدر، عشان ده طبعا هيفرق في شكل الكرواسون في الاخر في النتيجه النهائيه. زي ما احنا شايفين هبدا افردها. العجينه سهله جدا وطريه وبتتفرد معايا بكل سهوله. تمام. بعد ما فردتها هجيب بقى زبده بدرجه حراره الغرفه، وهبدأ ان انا اطريها شوية كده وادهن العجينة بتاعتي بعد ما فردتها دهنة خفيفة من الزبدة. ممكن طبعا استبدل الزبدة بزيت، هيدي نفس التوريقة بس مش هيدي طبعا نفس الطعم، لان الزبدة بتديله طعم حلو جدا جدا. بعد ما فردت طبقة خفيفة من الزبدة هبدأ ان انا اقطع الفطيرة بتاعتي بسكينة او بقطعة البيتزا 4 زي ما احنا شفنا، واقطع كل ربع لمثلثين بالشكل ده. وممكن اقطع اصغر من كده بالنسبه للحجم زي ما احنا عايزين. هلفه بالطريقه ديت نفس اللفه بتاعه الكرواسون. بجد يا جماعه العجينه حلوه جدا جدا وطريه وسهله جدا جدا، وطعمها بجد كان تحفه. هنحطها هنا في صينيه مدهونه دهنه خفيفه من الزيت. انا حطها هنا ورق الزبده، وهبدا الف الكرواسون زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. الفرن يكون سخن قبل ما ادخل الكرواسون بتاعي، يكون سخن ومحقق درجه حراره 200 مئويه. هبدا ان انا هنا اغطي الكرواسون بتاعي بعد ما خلصت الكميه كلها واسيبه يخمر. النص التاني هفرده نفس الطريقه، وهدهن برضو دهنه خفيفه جدا من الزبده. زي ما انتم شايفين الزبده هتديله توريقه وهتديله طعم وهيبقى طري جدا وهيفرق بجد في النتيجه النهائيه. هقطع هنا برضو العجينه بتاعتي زي ما احنا شايفين. هنا قطعت بقى كل ربع لمثلثين لان حبيت اعمل الحجم يكون اصغر شويه. حشيت هنا الجزء التاني معايا، حشيته بجبنة وحشيته بمربى. جبنة مربعات قسمتها، كل واحدة قسمتها على 3 وحشيته زي ما انتم شايفين. المربى ما انصحش بيها قوي لان هي ما كانتش باينه في الكرواسون بعد ما استوى، طعمها ما كانش باين قوي يعني لانها ساحت، بس الجبنه طبعا كانت باينه وكان طعمها لذيذ جدا. فممكن نحشي بجبنه وشوكولاته لو احنا حابين، والساده طبعا كان طعم جدا برضو، كان لذيذ جدا جدا كمان. حطيت هنا بقى زي ما اتفقنا الحشو، وهبدا ان انا الفه بالطريقه اللي احنا لفينا بيها قبل كده بنفس الطريقه في صينيه مدهونه زبده، ما ننساش عشان ما يلزقش، مدهونه دهنه خفيفه من الزيت اقصد. هلف هنا الكرواسون بتاعي اللي كنت حاشيه بالجبنه بالشكل ده، وهنا كمان اللي حشيته بالمربى. تمام. هحطه هنا على جنب وهغطيه وهسيبه لحد ما يخمر. الدهان بقى اللي هدهن بيه الوش صفارة بيضة ومعلقة كبيرة من الحليب، وهحط كمان سنة فانيليا صغيرة، وده الدهان هيديله وش لامع وجميل جدا جدا وهيبقى لونه تحفة بصراحة. هندهن هنا الكرواسون بتاعي بعد ما خمر،
وهرش بقى رشة بسيطة من السمسم. الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 200. هحط الكروسو بتاعي على الصاج القريب من تحت عشان ما ياخدش وقت طول في التسوية. اول ما يحمر من تحت هولع الجريل ياخد وش، واخلي بالي ان هو بياخد وش بسرعة جدا. بعد ما يطلع هو سخن هرش رشة خفيفة من المية واغطي، وده هيخليه طري جدا جدا. الطريقة دي غطينا اهو بعد ما رشيت المية. ده الجزء التاني اللي انا عملته. ممكن نضاعف الكميات طبعا يا جماعة لو حابين. هدهنه برضو وهدخل الفرن. هنا شكله بعد ما استوى طراوة بقى، مش قادرة اوصف بقى بجد كان طري ازاي، مورق جدا جدا. شايفين توريقة حشوة الجبنة كمان السادة كان رهيب بجد يا جماعة، كان فظيع جدا. ممكن السادة نقطعه من النص ونعمله ساندوش لو احنا حابين، بس هو طعمه كده كان خطير وكانت ريحته تحفة بجد. شايفين توريقة بقى مش قادرة اقول لكم، ودي باسهل طريقة ممكن تعملوها واخف طريقة والذ طريقة. اتمنى الوصفة تعجبكم، متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.